والمسلم ينبغي عليه ألا ينهزم داخليا. هذا حرام، لا يجوز. لا تنكسر أمام أحد مهما أوتي من أمر الدنيا ما لم يكن على الجادة المستقيمة. لا ترفعن عينك إلى من أوتي حطاما من حطام الدنيا مهما بلغ ما دمت على الحق ولم يكن. إياك أن تنكسر أمام نفسك. إذ ترى الكافرين الملحدين الوثنيين يؤسسون المدنية في جميع مناحي الحياة بما يبهر العقول وبما يجده النفوس وبما يقف أمامه كثير من الخلق على أنه تصديق به أعلى من التصديق بالوحي. لا تنكسر أمام هؤلاء، لأن الله آتاك ما لم يؤت أحدا من العالمين. آتى هذه الأمة اليقين والبرهان والحق والإيمان والإسلام والإحسان، القرآن المجيد وسنة النبي الشريف الكريم العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. إياك أن ينكسر لسانك أمام لبنة قاصرة ورطانة فاجرة كافرة، فلغتك الحق وهي المتبوعة وليست بتابعة. إياك أن تنكسر أمام أخذك بظاهر سنة نبيك، لأن غيرك لا يرضى عنه، فليسخط ما شاء. أولو أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بلحيته الكثة تملأ ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، وشعره قد وفره صلى الله عليه وآله وسلم إلى شحمتي أذنيه، وقد دخل صلى الله عليه وآله وسلم يقال ما هذا؟ هو رسول الله. هذا هو الحق الذي لا ينكر والصدق الذي لا يستنكر، وما خف من الهدى والخير فهو الهدى والخير، وغيره انحراف وزور وضلال. إياك أن تنكسر أيها المسلم الحق أمام بريق مدنية أسست على الأساطير والوثنية الداعرة الفاجرة. إياك أن تنكسر وأنت تحمي عرضك وتصون نفسك أمام من استباح الشهوات وغلق في الأعراض وأبدى المفاتن وأبرز النهوض والأفخاذ فما يصنعون. وهذه إنما تبدو لك لائحة بأثارة لا تبلغ أنت منها شيئا إلا كتلدد على مثل الجمر تثيره فيك شهوة ثائرة، وحقيقة الأفخاذ والنهوض للفجرة المارقين. فاتق الله في نفسك وأعلي ضميرك بإيمانك، فإنك على الحق المبين كما كان نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يمسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاقسم ظهره وأعم بصره واجعل قلبه هواه، وزلزل الأرض من تحت قدميه، وأرنا فيه آية تقر بها أعين المؤمنين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم يا رب العالمين سلم هذا الوطن وجميع أوطان المسلمين من الإحن والمحن والفتن، وألف بين قلوب أهله وقلوب المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.